عمركم كنتوا ماشيين في الشتاء الصبح بدري والجو فجأة سكت لدرجة انكم سمعتوا دقات قلبكم؟ الهدوء ده مش عادي، الهدوء ده ما قبل العاصفة. تخيلوا العاصفة زي مكنسة عملاقة بتسحب كل الهواء الدافي اللي حواليها علشان تكبر وتتوحش. في اللحظة اللي بتسحب فيها الهواء ده المنطقة اللي حواليها بتفضى تماما، مفيش رياح، مفيش صوت، كأن الزمن وقف. وفجأة تيجي العاصفة جامدة تهز كل حاجة. طيب ليه العاصفة بتتكون؟ لما بيتقابل تيار دافي مع تيار بارد جدا جاي من اوروبا مثلا، الهواء السخن بيطلع لفوق بسرعة شايل بخار مية، واول ما يقابل البرد بيتحول لسحب سودة وتقيلة، وده اللي قلنا عليه تأثير المكنسة. ببساطة العاصفة هي محاولة توازن درجات الحرارة، الهواء الدافي عايز يبرد والبارد عايز يدفى، والخناقة دي هي اللي بنسميها عاصفة. وده نفس اللي بيحصل لنا لما بنعدي بظرف صعب، بنفقد ثباتنا وهدوءنا، فجأة كل حاجة بتعدي وتخلص، بس بنخرج منها أقوياء مش عارفين الوقت الصعب ده عدى ازاي علينا. احيانا العواصف بتيجي عشان بس تعرفنا مدى قوتنا واحنا مين. مفيش عاصفة هتدوم، مفيش هدوء برضو بيفضل للأبد. خدوا وقتكم واستعدوا للرياح، وكل مرة افتكروا كله بيعدي وشمسكم هتنور تاني. خلوا بالكم من نفسكم، قولولي في الكومنتس الجو عندكم عامل ايه. السلام عليكم.